جمهور الزمالك النهارده بعد الجون التاني طالع عمال يقول اديله ميه اديله نار، فريق الزمالك فريق جبار. من اني منطقه بالظبط؟ يعني ايه فريق جبار دي؟ يعني دي جديده، دي كلمه جديده. ايه بقى عشان كسبتوا 2-0 يعني بقيتوا فريق جبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. النهارده طبعا كلنا اتفرجنا على ماتش الزمالك وطلائع الجيش وفوز نادي الزمالك 2-0. احنا طبعا مبسوطين ان الزمالك النهارده كسب كاهلاويه لاسباب كتير جدا، اهمها اللي هو يضغط على فريق بيراميدز. طبعا هو لسه في فرق كبير ما بينهم عشان المركز الثاني، لان الزمالك طبعا هدفه الاول اللي هو عايز يشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، فبيراميدز بعيد عنه بنقط كتير، فالزمالك عايز يلحق يقرب منه شويه يضغط عليه. فاحنا عايزين بيراميدز يقع في ماتش ماتشين كده عشان احنا برضو نخلص الدوري بدل بعد 5 ماتشات، لان انتوا طبعا عارفين ان الاهلي لعب 24 ماتش ومحتاج يفوز ب5 ماتشات. لو بيراميدز فضل ماشي بنفس المعدل ده واللي هو بيكسب معانا واحده بواحده كده، يبقى لسه قدامنا 5 ماتشات نكسبهم عشان نتأكد حصولنا على الدوري. بس احنا عايزينها ان شاء الله تبقى قبل كده علشان نقدر ندي لعيبة اكتر ونجرب اكتر ونريح لعيبتنا التانيين برضو اكتر اللي هم بيشاركوا بصفة اساسية. فاحنا من مصلحتنا ان الزمالك يعني يكسب برضو، احنا كده كده مش باصين على الزمالك خالص اذا كان لانه بعيد خالص عنك، بعيد 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 يعني. فارق 27 نقطة في حالة ان الاهلي كسب بقية مؤجلاته. فاحنا مش باصين للزمالك لازم يخسر وبتاع وكده، لا انا ماليش في الشغل ده، انا ببص لمصلحتي شوية كاهلاوي. انا مصلحتي ان بيراميدز يقع له ماتشين كمان. طبعا احنا لينا ماتش مع بيراميدز، بس احنا عايزين بيراميدز يقع ماتش ماتشين كده علشان ننجز كده في الدوري كده اوام اوام. باذن الله بعد ما ناخد ال11 باذن الله نبتديها بماتش يوم الاحد الجاي يوم 4/6، وبعد كده يوم 11/6، بعد كده ماتش منتخب، وبعد كده نرجع تاني نلعب المنافسات زي الحلقه كده اللي انا سجلتها وقلت لكم مواعيد الماتشات كلها. هنيجي النهارده كده ماتش الزمالك. الزمالك طول الماتش الشوط الاول يعني الى نوعا ما الزمالك كان بيحاول عرضيات كتير ملهاش لازمه، مفيش خطوره حقيقيه. الشوط التاني الزمالك غياب تام، مفيش اي حاجه خالص تذكر لنادي الزمالك. بل بالعكس نادي طلائع الجيش النهارده كان ممكن يسجل هو الاول في كذا مناسبه لولا رعونه لعيبته، او هي دي امكانياتهم. طبعا كابتن عماد النحاس عمل اللي عليه، اللعيبه هي اللي ضايعه خالص. نادي الزمالك طبعا يعني مش فاق. الزمالك لما جاب الجون الاول من الكورنر اللي جات له برده هديه، كان ممكن محمود وحيد ما يطلعهاش لو باصص وراه لان ما كانش معاه حد خالص. لولا الكورنر ده الدقيقه 88 الزمالك جاب الجون الاول. الزمالك طبعا كان فله خالص، وبعد كده راح جايب الجون التاني. جمهور الزمالك راح قال لي الهتاف الشهير اللي موتني من الضحك، خلاني اسيب الماتش وخلاني اسيب كل حاجه ووقعني من الضحك. بس يا حبيبي انت لو انت نادي فريق جبار، امال احنا نقول ايه على فريقنا؟ بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايز احسد فريقنا، مش عايز احسده، احنا داخلين على ماتش تاريخي. بس طبعا حصل النهارده الصبح، كل المواقع اتكلمت وكل المحطات الإخبارية قالت على الحكم اللي صدر ضد المستشار مرتضى منصور او الموسيقار مرتضى منصور، ابو لسان عامل زي المبرد. اتحكم عليه ب3 شهور جديدة. بس طبعا ده وطبعا غير مش هقول بقى ال20,000 جنيه و10,000 جنيه كمبدئيا كتعويض مبدئي، و10,000 جنيه كفالة. علشان الكفالة دي علشان كله بس يعرف ان دي لازم يدفعها علشان يوقف تنفيذ الحكم لحين اما هو يقدم طعن او استئناف ايا كان. معرفش، انا مش محامي بقى، فمش عارف اني اللي بيبقى قبل التاني، يعني تقريبا استئناف يعني. فلازم يدفع ال10,000 جنيه دول علشان يوقف تنفيذ الحكم لحد ما يعمل الاستئناف. فالمحامي بتاع الكابتن محمود الخطيب طلع قال ان دي مقدمة لسه لسلسلة قضايا تاني هتتحدد جلساتها وهيتحكم فيها برضو. واعتقد كده ان المفروض السنة اللي مرتضى منصور واخدها مع ايقاف التنفيذ المفروض تتنفذ، لان هي كانت مشروطه اللي هو ما يرجعش يعمل كده تاني. دي
طبعا احنا شايفين بعدها طلع كذا مره برضو وضرب الكلام ده كله بعرض الحائط واتحبس له شهر، وادي 3 شهور. ولو هيقضيهم لازم يقضي السنه كده خلاص، طالما هي مع ايقاف التنفيذ وعملها تاني لازم يتحكم فيه، لازم ينفذ الحكم. زائد القضايا التانية اللي قال عليها محامي الكابتن محمود الخطيب، برضه هيحصل اكيد فيها احكام، ولازم هيتاخد ان في احكام حصلت ضده قبل كده فهيتاخد عليها احكام تاني، وبرضه ان شاء الله تبقى نهائيه. وباذن الله باذن الله الشاشه بتاعه التلفزيون تنضف من الموسيقار وامثاله، وترجع للرياضه في الملعب تاني ان شاء الله. تاني حاجه احب اقولها لهزازين الرؤوس ولقناه نادي الزمالك، ده اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الاسد حامي الحمى، هو ده نادي الزمالك اهو. ان شاء الله مش هنشوفه تاني باذن الله. واتمنى ان الجمعيه العموميه لنادي الزمالك يختاروا شخص نظيف شويه. كان الكابتن كمال درويش بيجيب بطولات على فكره يا زملكاويه، يا اللي عندكم ذاكره السمك. الكابتن كمال درويش، الاستاذ كمال درويش كان رئيس النادي الزمالك، انسان محترم جدا وياما جاب بطولات لنادي الزمالك، مش بطولة اللسان وقلة الادب. جمعية الزمالك العمومية احترموا نادي الزمالك. انا اهلاوي وبنصح، بس انا مش فارق معايا غير ان الزمالك يبقى كويس، لان طول ما الزمالك كويس الاهلي كويس. بس واخر كلامي الف مبروك لنادي الزمالك، روح رياضية عندنا عالية قوي. مبروك لنادي الزمالك، يا رب يصلح حال فريقكم. والوحش الحقيقي هو النادي الاهلي، بقول لجماهير الزمالك بس، وخافوا من الوحش بقى وادعوا لنا ان شاء الله باذن الله. مش عايزين دعوتكم، ادعوا للوداد، ادعوا للوداد طبعا انتوا عارفين قصدي. بس وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي للنادي الاهلي باذن الله نكسب مباراه الذهاب فوز مرتاح، ونصعد ان شاء الله، نروح نلعب هناك ببال مرتاح شويه. لان النهائي طبعا على ماتشين، احنا مش عايزين نغمه اللي احنا لو عملنا النتيجه مثلا كويسه جدا نطمن، لا النهائي ذهاب وعوده، ده 90 دقيقة وده 90 دقيقة، يعني 180 دقيقة لازم يتلعبوا الاتنين بمنتهى القوة. وبإذن الله بإذن الله نفرح كلنا بإذن الله. ويلا سلام عليكم.